من هي أول فنانة تقوم بعمل مائدة رحمن في رمضان؟ في رمضان المبارك يتسارع الأشخاص لعمل الخيرات، ومن أبرز تلك الخيرات هي إعداد موائد للرحمن لكي يأكل بها الفقراء. ولكن سؤال يطرح نفسه: من هي أول فنانة تقوم بعمل مائدة رحمن في رمضان؟ تعد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا هي أول فنانة تقيم مائدة رحمن في رمضان، وحرصت على إقامتها حتى وفاتها. والراحلة تحية كاريوكا اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، من مواليد مدينة الإسماعيلية في 22 فبراير عام 1915، وبدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغير جدا. تعرفت على الراقصة سعاد محاسن ثم ذهبت إلى بديعة مصبني بعد سفر الراقصة سعاد محاسن إلى الشام، وحينها اكتشفتها الراقصة بديعة مصبني وانضمت إلى فرقتها عام 1935. بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصبني، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها. وكانت شهرتها سبب في طلاق أختها فاطمة من زوجها علي الجداوي. وتزوجت كاريوكا 14 مرة، أبرزها من الطيار حسين عاطف، والممثل رشدي أباظة، والمخرج المسرحي فايز حلاوة. وفي عام 1973 انحسرت عنها الأضواء بعد زيادة وزنها وأفل نجمها لتجد نفسها بلا مال، واضطرت أن تسكن في شقة فوق السطوح في حارة متواضعة. وكانت تعاني من الماء الأبيض في العين، فتكفل بعلاجها الأمير السعودي فيصل بن فهد. وكانت كاريوكا منذ عام 1974 تقيم في قصر الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز خلال تواجدها في مكة، وكانت علاقتها جيدة بأسرته. وبعد تاريخ كبير توفيت تحية كاريوكا في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها من رحلة العمرة.